السلام عليكم وأهلا بيكم في ليلة جديدة من ليالي شارع الرعب. في حكايات بنسمعها بنقول يا ساتر، وفي حكايات تانية لما بتسمعها بتحس إن في إيد خفية بتعصر قلبك. حكاية النهاردة مش مجرد قصة للخيانة، لأ، دي قصة تزييف عمر كامل. إزاي تعيش 11 سنة بتبني في قصر، وفي لحظة تكتشف إن أنت كنت بتبني فوق مقبرة. إزاي اتصال تليفوني أو كلمة من شخص غريب ممكن تهدم حياتك؟ والأهم، هل الدم فعلا بيكذب؟ في ليلة شتوية في مدينة فايد داخل محافظة الإسماعيلية، المكان كان موقع بناء، طوب وأسمنت وصمت قاتل ما بيكسرهوش غير صوت عم عياش. محمود بطل قصتنا كان قاعد مع زمايله بعد يوم شغل طويل قوي في المقاولات. محمود ده اللي بيتقال عليه نوارة المواقع، راجل في عز شبابه، شقيان، مخلص لبيته وعياله، عنده هبة وعنده محمد. كان قاعد وسط زمايله، والجو كان فيه ريحة بخور غريبة طالعة من أوضة عم عياش، الغفير بتاع الموقع. عم عياش ده راجل عجوز، جلده كأنه خريطة من التجاعيد، وعيونه فيها نظرة تخليك تخاف تبصله. كان معروف عن عم عياش إنه شخصية مش طبيعية، شخصية زي ما بنقول كده مكشوف عنه الحجاب، بيقرأ الكف، بيعرف اللي في القلوب. الشباب كانوا قاعدين بيهزروا، وكل واحد بيمد إيده لعم عياش علشان يقرأ له الكف. الضحك كان مالي المكان، لحد لما جه الدور على محمود. محمود مد إيده بابتسامة واثقة، وهو بيقول في سره: يا عم ده أنا حياتي زي الفل، عندي بنت زي القمر، وولد سند، ورزق واسع. أول لما عم عياش لمس كف محمود، الضحك اتقطع فجأة. العجوز جسمه اتنفض، وعينه ابيضت لثواني، وسكت سكتة خلت محمود يحس ببرودة في جسمه برغم حرارة النار اللي قدامهم. عم عياش ساب إيد محمود فجأة وبصله بنظرة شفقة، نظرة وجعت محمود في عصب قلبه. محمود استغرب وقال له بضحكة مهزوزة: جرى إيه يا عم عياش؟ قلقتني. مالي؟ الرزق قليل ولا إيه؟ ولا العمر قصير؟ عم عياش رد بصوت طالع من قعر بير: يا ابني، انت رزقك في الدنيا واسع، وعمرك طويل بإذن الله، وقلبك حنين على الغريب قبل القريب، بس كفك بيقول إن انت هتعيش مبتور. محمود ساعتها كشر وقال له: مبتور ازاي يا راجل يا طيب؟ ما انا قدامك اهو، بصحتي وعافيتي. العراف كمل كلامه بجمود مرعب: مبتور النسل يا محمود، انت اتولدت عقيم وهتموت عقيم، مستحيل يكون ليك ذرية من صلبك في الدنيا دي. الكلمة نزلت على محمود زي الصعقة، الدنيا لفت بيه. زمايله اللي كانوا بيضحكوا سكتوا وبدأوا يبصوا لبعض. محمود قام وقف، عروقه برزت، وصوته عالي وهو بيزعق: انت راجل دجال، انت بتخرب بتقول ايه؟ انا عندي هبة عندها 11 سنة، ومحمد ابني عنده 9 سنين. انت اكيد اتجننت يا راجل يا عجوز انت. عم عياش سمع الكلام وما تهزش، فضل باصص لنار الشاي وهو بيقول: "هم، كذب المنجمون ولو صدقوا يا ابني، بس الحقيقة ما بتستخباش في الكف. اسأل اللي خلقك، واسأل الورق اللي معاك." محمود خد بعضه وخرج يجري في ضلمة الموقع، ركب عربيته وهو مش شايف قدامه. كلام العراف كان زي الوسواس، الوسواس اللي بينخر في دماغه. هو عارف إنه كان عنده مشاكل زمان، بس هو المفروض دلوقتي اتعالج. الدكتور قال له العلاج ممكن يجيب نتيجة، صح؟ طول الطريق من فايد لحد بيته، محمود كان بيشوف وشوش ولاده هبة ومحمد، بيشوفهم قدامه. هل ممكن؟ هل الضحكة اللي بستقبلها كل شهر دي مزيفة؟ هل الحضن اللي بترمي فيه كل ما ارجع من السفر حرام؟
محمود ما روحش بيته. الصبح طلع عليه وهو قدام باب معمل تحاليل كبير. دخل بدموع محبوسة وطلب يعمل أدق تحاليل في العالم، تحليل DNA. مش بس كده، ده راح للدكتور اللي كان بيعالجه من 12 سنة. في عيادة الدكتور المشهد كان صعب. الدكتور بص في الملف القديم وبص لمحمود بذهول وقال له: يا محمود، أنا فاكر حالتك كويس. أنت كان عندك ضمور كامل ونسبة النجاح كانت 1%، ولما جيت لي من سنة عشان تجدد العلاج التحاليل قالت إن مفيش أي تحسن. أنت إزاي بتقول عندك أولاد؟ محمود صوته اختفى. قال له: يعني إيه يا دكتور؟ الدكتور رد عليه بكلمة واحدة قتلت محمود مكانه: مستحيل. طبياً وعلمياً مستحيل الأولاد دول يكونوا من صلبك. هنا محمود انهار، بس لسه في شعرة أمل، يمكن الدكتور غلطان. راح المعمل، خد هبة ومحمد بحجة إن هو هيشتري لهم لبس، وخد منهم العينات وفضل مستني النتيجة. يوم استلام النتيجة محمود كان واقف قدام المعمل، إيده كانت بتترعش وهو بيمسك الظرف. فتح الورقة، عينه وقعت على خانة النتيجة: الاحتمالية 0%. لا يوجد تطابق جيني بين الأب والأبناء. الورقة وقعت من إيد محمود. الدنيا طبعاً اسودت في عينيه. محمود ما كانش بس مخدوع في شرفه، ده كان مخدوع في عمره. 11 سنة بيصرف دم قلبه، بيشيل اللقمة من بقه علشان يأكل عيال مش عياله، بيحلم بمستقبلهم وهو بيبني في وهم. إيه اللي حصل؟ ومين تيسير دي أصلاً؟ وإزاي قدرت تمثل الدور ده لمدة 11 سنة ومن غير ما تغلط غلطة واحدة؟ وإيه حكاية تامر اللي ظهر من تحت الأرض ده؟ علشان نفهم اللغز ده لازم نرجع بالزمن 12 سنة ورا، في قرية هادية تابعة لمركز طنطا داخل محافظة الغربية. محمود ما كانش مجرد شاب عادي، ده كان الابن الوحيد على 4 بنات. بكده كان هو السند، وكان هو اللي هيشيل طبعا اسم العيلة. أبوه الحاج عرابي كان راجل طيب وشقيان، وكان كل حلمه في الدنيا إنه يشوف أحفاده من محمود قبل ما يواجه رب كريم. محمود كان شعلة نشاط، كان شغال فني معمار في شركة مقاولات كبيرة، شغله كله سفر ومواقع وتعب، بس كان حابب ده علشان يبني مستقبله. الحاج عرابي قعد معاه في يوم وقال له: يا محمود يا ابني، أنا عاوز أفرح بيك وإنت لسه في عز شبابك، عاوز أشيل عيالك على كتفي واطمن إن اسمنا مش هيتقطع. محمود زي أي شاب بر بأهله وافق واتجوز فرحة. فرحة دي كانت حقيقي اسم على مسمى، جميلة مؤدبة، والكل كان بيشهد لها بالصلاح. مرت سنة والتانية وظهرت المشكلة: مفيش حمل. هنا بدأ القلق يتسرب لقلب الحاج عرابي. بحكم إن هو راجل واقعي طلب من محمود يروح هو وفرحة لدكتور متخصص، وفعلا راحوا. وكانت الصدمة الأولى المشكلة عند محمود. الدكتور قال له: بصراحة عندك ضعف شديد ومشاكل بتمنع الخلفة، بس الأمل موجود بالعلاج. محمود ما يئس، فضل ياخد العلاج بانتظام لمدة 2 كمان، يعني كده بقاله 4 سنوات متجوز، بس النتيجة كانت 0. هنا فرحة ما قدرتش تستحمل، حلم الأمومة كان أقوى منها وطلبت الطلاق بكل أدب. محمود برغم وجعه طلقها واداها كل حقوقها، وقرر إن هو يقفل باب الجواز ده نهائياً. قال لنفسه: خلاص كده، أنا ماليش نصيب أكون أب، هعيش لبيتي وأهلي وشغلي وبس. بس القدر بقى كان شايله فخ متغطي بالورد. في فرح واحد صاحبه عينه وقعت على بنت تانية خالص، اسمها تيسير. جمالها كان يخطف، هادية ورزينة، والكل بيحكي عن أدبها. محمود سأل عليها، عرف إن هي مطلقة وعندها 24 سنة، وقعدت مع طليقها سنة واحدة بس وما خلفتش. محمود سأل عن سبب طلاقها والرد كان مثالي:
بالنسبة لراجل بيدور على الستر، أصل طليقها كان بيشرب مخدرات وكان بيضربها، وهي استحملت كتير لحد لما طلبت الطلاق. محمود قال لنفسه: بس هي دي، هي مكسورة زيي وأنا هعوضها، وموضوع الخلفة ده أكيد ربنا هيكبر بخاطري فيه. اتقدم محمود، والحاج عرابي فرح جدا، وفي خلال 3 شهور كانت تيسير في بيت محمود. محمود كان بيتعامل معاها كأن هي قطعة ألماظ، خايف عليها من الهوى، معوضها عن كل اللي شافته مع طليقها الأولاني تامر. هنا تظهر الثغرة اللي الشيطان دخل منها. محمود بحكم شغله كان بيغيب بالأسابيع في الموقع، وتيسير كانت بتقول له: يا محمود أنا بزهق لوحدي، هروح أقعد عند أهلي لحد لما ترجع. محمود بسلامة نية مفرطة كان بيقول لها: روحي، البيت بيتك وأهلك أهلي. تيسير وهي رايحة عند أهلها في يوم قابلت تامر طليقها. تامر ده ما كانش مجرد طليق، ده كان حب عمرها، والشخص اللي كانت وما زالت بتعشقه برغم مخدراته وبرغم ضربه ليها. لقاء بالصدفة، نظرة، ابتسامة، سلام، وانتهى بإن هم خدوا أرقام بعض. تيسير بدأت تعيش حياتين: حياة مع محمود الزوج الطيب، وحياة مع تامر العشيق اللي بيشبع رغبتها. كانت كل ما تروح لأهلها لازم تعدي على تامر الأول، يقعدوا بالساعات في شقته، وبعد كده تروح لأهلها. بعد سنة من جوازها من محمود، تيسير استقبلته بضحكة مالية وشها، وقالت له: مبروك يا محمود، أنا حامل. محمود في اللحظة دي حس إن الأرض مش شايلاه من الفرحة، سجد سجدة شكر لربنا وقال: يا كريم يا رب، تعبي وعلاجي وصبري ما راحش هدر. محمود ما كانش يعرف إن الجنين اللي في بطن مراته ده هو أول مسمار في نعش حياته. مرت الشهور وتيسير ولدت هبة. محمود سماها هبة لأن هي كانت هبة من ربنا في نظره، ومن يومها محمود اتحول لآلة شغل. كان بيرفض الأجازات، بيشتغل أوفر تايم، بيشيل حديد وأسمنت في عز الشمس عشان يوفر أحسن لبس وأحسن تعليم. الغريبة والمنطقي في نفس الوقت إن تيسير ما بطلتش تقابل تامر، بالعكس دي بقت بجحة أكتر، ومحمود الغلبان في المواقع فاكر إن مراته بتصون بيته. بعد 2 سنين تيسير زفت له الخبر التاني: أنا حامل في الطفل التاني يا محمود. وجه محمد، الولد اللي محمود كان بيحلم بيه علشان يشيل اسمه. محمود بقى عنده عيلة، بقاله 11 سنة عايش في الجنة. هبة كبرت وبقت في 5 ابتدائي، ومحمد في 3 ابتدائي. محمود كان بيخطط يشوف هبة دكتورة ومحمد مهندس. كان بيحرم نفسه من الأكل واللبس علشان دروسهم، وعلشان تيسير ما تحتاجش الحاجة، لحد لما جات سفرية الإسماعيلية. اللقاء بقى مع العراف اللي احنا قلنا عليه في أول القصة، عم عياش. محمود ما كانش يعرف إن ال11 سنة دول كانوا تمثيلية مدروسة. تيسير كانت بتخونه مع تامر في كل مرة بيروح فيها، والولاد اللي شالهم على كتفه، واللي بكي لما تعبوا، واللي صرف عليهم دم قلبه. للأسف ما طلعوش أولاده. نرجع بقى لمشهد المعمل اللي نهينا بيه الجزء الأولاني. محمود واقف بالورقة، الورقة اللي بتقول إن هبة ومحمد ملهمش علاقة بيه. محمود ما كانش بيبكي على الخيانة بس، كان بيبكي على هبة ومحمد اللي حبهم بجد. محمود قرر إنه مش هيسكت، بس مش هيتهور، لازم يفهم لو هما مش أولاده، طب ولاد مين؟ قعد مع هبة بنته في هدوء، وبدأ يسحب منها الكلام بطريقة الراوي الحكيم. قال لها: يا هبة حبيبتي، انتي لما بتروحي عند تيتا ماما بتروح فين؟ هبة ببراءة الأطفال ردت الرد اللي كان الطلقة الأخيرة في قلب محمود: ماما بتروح تقابل عمو تامر يا بابا. عمو تامر اللي ساكن جنب تيتا، وبتروح تقعد عنده كتير، وبتقول لنا ما تقولوش لبابا. محمود أول ما سمع اسم تامر من بنته هبة، الدنيا اسودت في عينه أكتر ما هي سودة. الاسم ده ما كانش غريب عليه، ده الطليق اللي تيسير كانت بتحكي عنه وتقول إنه مدمن
وضربها وذلها. محمود في اللحظة دي فهم اللعبة، فهم إن تيسير ما خرجتش من عباية تامر أصلاً، وإن هي استخدمت محمود كمحفظة وستار علشان تعيش قصة حبها القذرة بفلوسه وعلى قفاه. محمود ما كانش قدامه غير إنه واجه الأفعى اللي عايشة معاه في بيت واحد. دخل البيت، خطواته كانت تقيلة، كأن كل خطوة بتدك الأرض. تيسير كانت قاعدة بمنتهى البرود، بتشرب شاي وبتتفرج على التلفزيون، ولا كأن هي عاملة كارثة تهز جبال. محمود رمى الورق بتاع المعمل تحليل الدي ان ايه، رماه على الترابيزة قدامها. الورقة دي ما كانتش مجرد ورقة، دي كانت شهادة وفاة لعلاقتهم. تيسير بصت للورق، وشها ما عملش أي حاجة، وشها ما بكاش حتى، بالعكس دي بصت له بنظرة بجاحة تدرس. محمود صوته كان طالع من حتة بعيدة، صوت محشور فيه وجع 11 سنة. مين دول يا تيسير؟ ولاد مين؟ هنا ساعتها لعبت اللعبة اللي المجرمين بيحبوها، الهجوم خير وسيلة للدفاع. قامت وقفت وزعقت بصوت عالي جدا علشان تلم الجيران. انت اتجننت يا محمود؟ انت بتشك في شرفي؟ انت عاوز تتهرب من مصاريف العيال فبتألف قصص؟ انت اكيد عقلك جراله حاجة من الشغل في الشمس. محمود ساعتها مسكها من ايديها وبص في عيونها بجمود وقال لها: الكاميرا ما بتكدبش والدم ما بيكدبش. بنتك حكت لي على عمو تامر، حكت لي على الزيارات اللي من ورايا، حكت لي كمان على الخيانة اللي بتجري في دمك. أنا مش جاي أسمع تمثيلك، أنا جاي أقول لك إن أنتي خاينة بالورق وبالمستندات. تيسير أول ما سمعت سيرة تامر لسانها اتلجم لثواني، بس سرعان ما رجعت لبجاحتها. لمت هدومها وخدت العيال في إيديها وقالت له: أنا ماشية وهوريك أنا هعمل فيك إيه. العيال دول ولادك غصب عنك، والمحاكم بينا. بعدها قفلت الباب ومشيت. محمود قعد في الصالة لوحده. البيت اللي كان حاسه مليان بالضحك بقى زي الخرابة. بص لصور العيال على الحيطة، هبة اللي كان بيسهر جنبها وهي عيانة، ومحمد اللي كان بيشيله على كتفه ويقول له: يا مهندس المستقبل. كان بيسأل نفسه: أنا ذنبي إيه؟ أنا قصرت في إيه؟ بس محمود ما كانش هيتكسر، قرر إنه ياخد حقه بالقانون. راح لمحامي كبير وحكى له الحكاية. المحامي قال له: يا محمود، إحنا قدامنا طريقين، طريق نفي النسب علشان العيال دول يتشالوا من اسمك، وطريق قضية زنا علشان الست دي تاخد جزائها. وفعلا القضية بدأت في محكمة الأسرة. القرية كلها عرفت. الفضيحة كانت زي النار في الهشيم. الناس اللي كانت بتحسد محمود على خلفته ورزقه بقت بتبصله بشفقة. بس محمود كان واقف زي الجبل في المحكمة. المحكمة طلبت إعادة تحليل الدي إن إيه في الطب الشرعي علشان النتيجة تكون رسمية وقاطعة. تيسير حاولت تتهرب، حاولت تماطل، بس القانون ما بيهزرش. العينات اتاخدت والنتيجة طلعت تاني زي الصعقة، نفي نسب قاطع. الأطفال مش من نسل المدعي محمود. في اللحظة دي القاضي نطق بالحكم اللي كان طوق نجال محمود: نفي نسب هبة ومحمد عن والدهم محمود، وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتحقيق في واقعة الزنا. تيسير وقفت في القفص، وشها كان أصفر كأنه ليمونة. عرفت إن الستر اللي محمود كان مغطيها بيه هي اللي قطعته بإيديها. المحكمة حكمت عليها بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاد بتهمة الزنا. يوم النطق بالحكم محمود كان خارج من باب المحكمة حاسس إن هو نظيف، حاسس إنه شال حمل جبل من على ظهره. كان بيتنفس الهواء بصعوبة ولسه بيعدل هدومه. وفجأة شخص طلع من وسط الزحمة كأنه شيطان مستني فريسته. راجل شعره منكوش، عيونه حمرة من كتر المخدرات، وفي إيده مطوة بتلمع تحت الشمس. الشخص ده كان تامر، العشيق، الأب الحقيقي للعيال اللي خسروا كل حاجة بسبب غماء أمهم
وندرت أبوهم. تامر صرخ بصوت عالي: أنت دمرت حياتنا، أنت سجنت تيسير وشردت عيالي. وقبل ما محمود ينطق بكلمة، تامر غرس المطوة في صدر محمود بكل غل. محمود وقع على الأرض، الدم غرق قميصه الأبيض، والناس بدأت تصرخ. تامر حاول يهرب، بس الناس الجدعان اللي كانوا واقفين انقضوا عليه زي الأسود، شبعوه ضرب لحد لما الشرطة جات وخدته وكلبشته من قفاه. الإسعاف جات، ومحمود ساعتها كان بين الحياة والموت، وهو في عربية الإسعاف كان بيشوف شريط حياته بيعدي. 11 سنة، الضحك، اللعب، التعب، وفي الآخر طعنة من الشخص اللي سرق منه كل حاجة. محمود اترمى على السرير في العناية المركزة، كان مربوط بأجهزة وخراطيم داخلة وخارجة من جسمه. الطعنة اللي خدها من تامر ما كانتش طعنة في صدره بس، لأ، دي كانت طعنة في أمل محمود إنه يخرج من الحكاية دي بسلام. الدكاترة في مستشفى طنطا الجامعي كانوا بيسابقوا الزمن، النزيف كان شديد والرئة كانت اتصابت. محمود وهو في غيبوبته كان بيشوف خيالات، كان بيشوف هبة وهي بتجري عليه وبتقول له يا بابا، وبعدين وشها بيتحول لوش تيسير مراته وهي بتضحك عليه ببرود. كان بيشوف محمد وهو بيلعب بالكورة، وبعد كده الكورة بتتحول لمطوة تامر اللي اتغرست في صدره. صراع بين العشرة وبين الحقيقة المرة اللي كشفت إن كل ده كان سراب. في نفس الوقت، في مكان تاني خالص، في زنزانة الحجز، تيسير كانت قاعدة وشها اللي كان مرسوم عليه البراءة والكمال انطفى. السواد اللي تحت عينيها بقى يحكي قصة تانية. أول ما عرفت إن تامر حبيبة عمرها طعن جوزها محمود، ما بكتش على محمود، بكت على تامر، بكت على الشخص اللي ضيعها وضيع أولاده وضيع مستقبله علشان لحظة غل. النيابة بدأت التحقيق مع تامر. تامر اللي كان قاعد ريحة المخدرات لسه في نفسه وعينه زايغة. لما المحقق سأله ليه حاولت تقتله، فرد تامر بكل برود: عشان هو اللي بدأ، هو اللي فضحنا، وهو اللي رمى أولادي في الشارع، وهو اللي سجن تيسير. كان لازم يموت علشان إحنا نرتاح. المحقق بصله وقال له: ترتاحوا؟ انت عارف ان انت باعترافك ده وبالتحريات وبالدي ان ايه اللي اثبت ان انت الاب، انت لبست قضية شروع في قتل وكمان قضية زنا وضيعت نفسك قبل ما تضيع محمود. تامر سكت، الصمت اللي بيسبق الندم المتأخر. عرف انه ما بقاش له ظهر وان تيسير بقت ورا القضبان والولاد، على الولاد. هنا بقى نيجي للضحية الحقيقية في شارع الرعب. العيال اللي ملهمش ذنب في أي حاجة، فجأة لقوا نفسهم في الشارع. أبوهم اللي رباهم طلع مش أبوهم، وأمهم سجينة بتهمة الزنا. أبوهم الحقيقي مجرم، وكمان عنده قضية شروع في قتل. أهل تيسير اللي كانوا بيحبوها قفلوا بابهم في وشها ووش عيالها. إخواتها قالوا: إحنا ملناش أخت بالاسم ده، والعيال دول ملناش علاقة بيهم، إحنا مش هنشيل شيلة تامر وتيسير. العيال بقوا منبوذين في القرية، محدش عاوز يبصلهم، والعيال في المدرسة بدأوا يلقحوا عليهم كلام يوجع. هبة اللي كانت بتحلم تبقى دكتورة بقت بتخبي وشها من الناس وهي ماشية. ومحمد اللي كان مهندس المستقبل بقى بيعيط كل يوم ويسأل: هو بابا مش هيرجع ياخدنا تاني؟ بعد أسبوعين محمود فتح عينه. أول حاجة نطقها كانت: هما فين؟ أخته كانت قاعدة جنبه، بكت وقالت له: الحمد لله على سلامتك يا بطل، انت رجعت لنا من الموت. محمود سألها تاني بصوت ضعيف: هما فين؟ هبة ومحمد فين؟ أخته ساعتها سكتت، مش عارفة تقول له إيه. تقول له إن هما بقوا يتامى والأب حي؟ تقول له إن هما متشردين عند جدتهم اللي أصلاً مش عاوزاهم؟ محمود غمض عينه والدموع نزلت على خده. برغم كل اللي حصل، برغم الطعنة، برغم الخيانة، غريزة الأب اللي جواه لسه بتهزه. هو اللي كبرهم، هو اللي شالهم، وهو اللي حبهم.
بس المنطق بيقول إن هم أغراب. المنطق بيقول إن دمهم من دم الشخص اللي حاول يقتله. محمود هنا وقع في أصعب صراع ممكن يمر بيه إنسان. هل يسامح؟ هل يكمل؟ ولا يبعد وينسى؟ المحامي دخل لمحمود المستشفى وقال له: يا محمود، تامر هيتحكم عليه بالسجن المشدد، وتيسير خلاص قضيتها خلصت، والعيال دلوقتي محتاجين واصي، وبما إنك نفيت النسب فأنت قانونا كده مالكش علاقة بيهم. محمود بص للسقف وقال: قانونا ماليش علاقة، بس عشرة 11 سنة أوديها فين؟ محمود خرج من المستشفى، بس ما خرجش زي ما دخل. جرح صدره لم، بس جرح قلبه كان لسه بينزف. رجع لبيت أبوه الحاج عرابي، البيت اللي كان بيحلم إنه يملأ أركانه بالأحفاد. قعد في أوضته بيبص على الموبايل، لقى صور هبة ومحمد لسه موجودة. مسح دموعه بإيده الخشنة وخد قراره. في المحكمة، الجلسة الأخيرة للنطق بالحكم على تامر. تامر وقف والكلبش في إيده. القاضي بص في الأوراق ورجع بص لتامر بقرف، ونطق الحكم اللي زلزل القاعة بالسجن المشدد لمدة 10 سنين بتهمة الشروع في قتل المدعو محمود، مع استمرار حبس المتهمة تيسير لمدة 3 سنوات في قضية الزنا. الحلم اللي تامر وتيسير بدأوه بالخيانة انهار فوق دماغهم. السنين اللي سرقوها من عمر محمود هيدفعوا تمنها ورا القضبان. بس السؤال اللي كان شاغل القرية كلها: هبة ومحمد يا ترى مصيرهم إيه؟ تيسير دلوقتي في السجن، وتامر هو كمان في السجن، وأهل تيسير رافضين العيال تماماً واعتبروهم عار لازم يختفي. العيال كانوا هيتحولوا لدار أيتام أو يترددوا في الشوارع. محمود في اللحظة دي، برغم إنه قانوناً ما بقاش أبوهم، وبرغم نفي النسب، عمل حاجة صدمت الكل. محمود راح لبيت جدة العيال، خبط على الباب وطلب يشوفهم. هبة ومحمد أول لما شافوه جريوا عليه ورموا نفسهم في حضنه وهم بيبكوا: يا بابا، ما تسيبناش، احنا خايفين. محمود ساعتها دموعه نزلت، وبص للجدة وقال لها بكلمات توزن ذهب: يا ست يا طيبة، العيال دول دمهم مش مني، والشرع والقانون قالوا كلمته، بس أنا اللي أكلتهم، وأنا اللي شلتهم، وأنا اللي علمتهم. تيسير وتامر غلطوا، والعيال هم اللي بيدفعوا الثمن. أنا مش هقدر أخليهم على اسمي، بس أنا أقدر أتكفل بمصاريفهم لحد لما يخلصوا تعليمهم، وهفضل أزورهم وأطمن عليهم، مش علشان تيسير ولا علشان تامر طبعا، ده علشان وجه الله، وعشان العشرة اللي ما تهونش غير على ولاد الحرام. محمود ساب العيال مع جدتهم بعد ما أمن لهم مستقبلهم المادي، وخرج من البيت وهو حاسس بنظافة جوانية. هو ما كانش عقيم في الرجولة، هو كان سيد الرجال. حكاية بتعلمنا إن الخيانة ما بتجيش من بعيد، الخيانة بتيجي من اللي ساكن معاك في نفس البيت وبياكل معاك في نفس الطبق. 11 سنة ضاعوا من عمر محمود في وهم، بس في الآخر الحقيقة ظهرت. عم عياش العراف ما كانش ساحر، هو بس كان مجرد وسيلة القدر بعتها علشان محمود يصحى من الغيبوبة. يا جماعة، مش كل اللي بيضحك في وشك بيحبك، ومش كل عيل بتشيله هو ابنك. لو الأم خانت الأمانة، الخيانة وجعها ما بيخفش، بس العدالة دايما موجودة حتى لو اتأخرت. تيسير وتامر دلوقتي بيعدوا أيامهم في السجن، بيفتكروا لحظات الحرام اللي ضيعوا فيها نفسهم وعيالهم. ومحمود بدأ حياة جديدة بقلب مكسور، بس بضمير مرتاح، بيشتغل وبيعرق، وعرف إن ربنا شايله جبر خاطر كبير في اللي جاي. خلوا بالكم من بيتكم، وما تدوش الأمان المطلق غير للي يستاهلوا. الدنيا دروس، وأصعب درس هو اللي بتدفع ثمنه من سنين عمرك. وبكده تكون خلصت معانا القصة الأولى. لسه معانا قصة كمان. يا رب بس الأول تكونوا استمتعتوا بالوقت واستفدنا عبرة من القصة دي،
وده أهم شيء. عاوزين بقى نوصل الفيديو ده ل1000 لايك علشان تساعدونا في انتشاره وانتشار القناة. ويلا بينا على طول نسمع القصة اللي بعد كده، وهي بالمناسبة جريمة حقيقية حدثت بالفعل، بس الجريمة دي هتكون مختلفة شوية. ليه بقى؟ لأن الجريمة دي حصلت في نفس المكان اللي أنا بسجل لكم منه القصة دلوقتي، على بعد 300 متر أو 400 متر بالكتير من بيتي أنا. حصلت الجريمة دي. الجريمة دي حصلت في مدينة العبور الجديدة، لو تسمعوا عنها. في عندنا 3 أحياء في المكان ده، حي اسمه حي المجد، وحي اسمه حي الكرامة، وحي اسمه حي الحرية. في بيت من البيوت اللي هناك كان في زوج وزوجة عايشين ومعهم أولادهم. وبعد كده للأسف الشديد الجريمة اتنفذت على طريق جنب المكان اسمه الطريق الأوسطي. النهاردة كام عشان أقول لكم وقت تسجيل الحلقة؟ النهاردة السبت 18 إبريل. أوكي، ده الوقت اللي أنا بسجل فيه دلوقتي. معرفش القصة هتتعرض إمتى بعد ما تخلص مونتاج وكده، بس عايز أقول لكم بالظبط من حوالي 4 أيام، مش أكتر من كده. بلاغ اختفاء زوج عادي جدا رايح يعمل بلاغ عن إن زوجته اختفت وهو مش لاقيها. فراح لقسم الشرطة وابتدى إن هو يعمل المحضر. فسألوه هناك إيه اللي حصل بالظبط في اليوم اللي هي اختفت فيه أو هي كانت فين. فقال إن هو كانت تعبانة شوية، فهو خدها بالعربية بتاعته ونزلوا مع بعض لحد ما راحوا لمستشفى قريبة من المكان اللي هم ساكنين فيه، وحدة صحية بسيطة يعني تابعة للمكان هناك. فبعد كده سابها هناك وراح على شغله. قال نزل منطقة العتبة عشان يشتري شوية حاجات لشغله. هو شغله برضه في مدينة العبور، شغال كهربائي. فكان نزل وسط البلد على أساس إن هو يجيب شوية بضاعة وحاجات للمحل بتاعه، وصاب مراته في المستشفى أو الوحدة الصحية دي على أساس إن هي هتطمن على نفسها وتعبها، وبعد كده هيتابعها بالتليفون ولا حاجة وتروح هي البيت لوحدها. سابها على كده وبعد كده راح شغله. بيتصل بيها طبعا، للأسف ما ردتش عليه. بعد ما خلص دنيته راح ودى البضاعة اللي كانت معاه للمحل بتاعه، وبرضه في نفس التوقيت فضل يتصل بيها في التليفون، ولكن هي برضه ما بتردش عليه. فبناء عليه خد بعضه وراح عمل محضر في اسم الشرطة. طبعا الكل كان بيدور عليها، أهلها كمان جم معاه يلفوا مع بعض، هو يدور في المستشفيات وأهلها كمان يدوروا، قلبوا الدنيا عليها لكن مش لاقينها. كان في مشاكل ما بينها وما بين جوزها، وكان في احتمالية برضو إن هي تكون سابت البيت وطفشت، ووارد ده، ما كانش حد من أهلها يعني مستبعد ده، لأن كانت المشاكل اللي ما بينها وما بين جوزها كبيرة شوية. وكمان الأولاد نفسهم دخلوا في الموضوع وابتدوا يتكلموا عن حجم المشاكل والمدة الزمنية اللي طالت ما بين أبوها وما بين أمها في المشاكل الطويلة دي. طيب، لحد بقى لما حصل حاجة غريبة جدا، حاجة كده من عند ربنا سبحانه وتعالى. راجل اتصل على اسم الشرطة وبيقول لهم إن عربيته راكنة قدام اسم الشرطة بقى لها فترة، وهو عايز يعرف إيه السبب. هتقولوا مين ده بقى؟ ركزوا معايا. الزوج كان مأجر عربية من محافظة البحيرة، رب أكون فاكر صح، والعربية دي معاه من نص رمضان اللي فات، مأجرها وبيبعت لصاحبها كل شهر الإيجار. بس الراجل صاحب العربية عامل حركة حلوة كده، مركب جهاز GPS في العربية بتاعته، بحيث لما يأجرها لحد يبقى متابع وعارف عربيته موجودة فين دلوقتي. طيب إيه اللي حصل بقى بعد كده؟ اللي حصل إن الراجل بيفتح الGPS عشان يشوف عربيته، لقى العربية بتاعته موجودة قدام اسم الشرطة بقالها كام يوم، فمش فاهم. فيتصل بالراجل اللي مأجر منه العربية اللي هو الزوج يعني، فما بيردش عليه. فالراجل طبعا عايز يطمن على عربيته، ده اللي يفرق معاه في القصة كلها. فاتصل باسم الشرطة، اسم شرطة مدينة العبور، واللي كانت العربية مركونة قدامهم بالمناسبة بقالها كام يوم، وقال لهم أنا عايز أعرف عربيتي بتعمل إيه قدام الاسم، أنا كنت مأجرها لواحد وبتاع. قالوا له اسمه إيه اللي أنت مأجره العربية؟ قال لهم اسمه كذا كذا. فمين ده بقى؟ ده الزوج اللي جه مبلغ عن زوجته وعن اختفائها. طيب تعالى بقى، هم أصلا كانوا شاكين في الزوج إنه ممكن يكون هو ورا اختفاء زوجته. فخدوا الGPS اللي متصل بالعربية بعد ما تواصلوا مع الراجل صاحبها طبعا، وطلبوا منه إن هو يفرغ لهم كل الخرائط اللي موجودة والعربية دي ركنت في أماكن فين بالظبط.
فالراجل متعود ياخدها من شغله اللي موجود في منطقة هناك اسمها سنتر الحجاز في الحي الأول في مدينة العبور، وبعد كده بيخلص شغله بياخد العربية ويطلع بيها على بيته اللي موجود في منطقة الحرية في مدينة العبور الجديدة. ده خط سيره يومي يعني، فما كانش فيه استغراب هنا. وفي أيام تانية بيلاقوها موجودة في العتبة أو في أي منطقة تانية قريبة من هناك، وده برضو منطقي وطبيعي لأن الراجل بيجيب يعني الأدوات اللي محتاجها وقطع الغيار والكلام من ده من هناك عشان يبيعها في المحل بتاعه يعني. فبرضو كل ده طبيعي لحد لما لقوا إن في يوم من الأيام عربية كانت مركونة في حتة مقطوعة، حتة صحراء، متسجل على الخرائط إن هو الطريق الأوسطي. طبعا الطريق الأوسطي اللي جنبي هناك ده مكان على يمينه وعلى شماله صحراء فاضي ما فيهوش أي حاجة، والعربية فضلت راكنة في المكان ده من الساعة 8 الصبح، ركز بقى معايا كده، من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 12 الظهر، وده كان في نفس اليوم اللي اختفت فيه زوجته. طيب المفروض إنه قال إن هو كان بالعربية موجود في وسط البلد، وإن هو بعد ما ودى مراته للمستشفى طلع بالعربية وسط البلد. وبالمناسبة الكاميرات اللي موجودة قدام الوحدة الصحية مصورة وهو واقف بالعربية قدام الوحدة، ومراته نزلت من العربية بالفعل ودخلت جوه للوحدة. دي آخر حاجة الكاميرات مصوراها. يعني الراجل هنا في الجزئية دي عنده حق، بس من الوارد إنه يكون بعد ما مشي كام خطوة بالعربية، خاصة إنه عارف إن المنطقة دي فيها كاميرات، رجع اتصل بمراته وقال لها تطلع من الوحدة يعني وتيجي تركب معاه. الشاهد هم شافوها وهي داخلة لكن ما قدروش يجيبوها وهي خارجة من الوحدة. في نفس الوقت العربية زي ما قلنا الGPS بيأكد إن هي من 8 الصبح ل 12 الظهر مركونة على الطريق الأوسطي الصحراء ده. فرجال الأمن شكوا فيه طبعا وابتدوا يتكلموا معاه، ابتدى يظهر عليه توتر غريب جدا، يعني خلاص بقى هو جاب آخره. وبعدين لما خدوه وراحوا للمنطقة اللي كانت راكنة فيها العربية على الطريق الأوسطي، بمجرد ما وصل للمكان انهار، اتوتر جدا وابتدى يعرق وابتدى يقف على جنب يعيط. شافوا منه تصرفات وردود أفعال غريبة، ففهموا كده إن الراجل ده عمل حاجة. بدون أي مقدمات وهو واقف وسطهم فجأة خد خطوات كده ناحية مكان معين وقال لهم أنا دفنها هنا، بس كده. أنت متخيل؟ طبعا رجال الأمن جابوا الناس يحفروا المكان اللي هو شاور عليه وقدروا يستخرجوا الجثمان. جثمان الست متصفي، واخدة حوالي 7-8 طعنات في البطن والصدر والجنب. بس المشكلة بقى إن عايز أقول لكم إن لما اتنقلت للطب الشرعي، الطب الشرعي قال كوارث، أكد طبعا على عدد الطعنات، وكمان الطب الشرعي أضاف إن كانت واخدة مخدر في عصير أو حاجة شبه كده ومضروبة على رأسها. هنحكي ده كل ده بالتفاصيل دلوقتي باعترافاته هو، ولكن خلونا نتكلم من وجهة نظر الطب الشرعي. كمان الطب الشرعي قال بقى معلومة هي دي اللي كانت صادمة الصراحة. قال إن الست دي اتدفنت حية. يعني من الواضح كده إن هو بعد ما طعنها عدد الطعنات دي كلها ما كانتش لسه ماتت، هو كان اعتقد إن هي ماتت، فهو حطها في الحفرة دي وردم عليها وهي كانت لسه صاحية. هي ماتت أصلا طبعا متأثرة بجراحها وكل شيء، ولكن مش السبب الرئيسي كده، هي تم دفنها وهي كانت لسه على قيد الحياة. طبعا الله يرحمها ويصبر أهلها. أخوها موجود له فيديو على اليوتيوب، في حد من الإعلاميين مستضيفه وبيحكي القصة من أولها. ولكن طبعا بما إننا ساكن في نفس المكان فكل الجروبات بتتكلم، وقدرنا نجيب معلومات الرسمية اللي كانت في المحاضر، وكمان نجيب المعلومات المجتمعية اللي بتتردد وسط الناس. فإيه اللي حصل بقى بالظبط والراجل ده عمل فيها كده ليه؟ ده اللي أنا هقوله لك دلوقتي. الموضوع بيبتدي إن هو زي ما قلت لكم شغال كهربائي في سنتر الحجاز. أنا عايز أقول لكم إن الراجل ده أنا تعاملت معاه قبل كده عادي زي أي ساكن. أنا هناك بنزل أصلح حاجة، مش فاكر كانت مروحة أو حاجة زي كده، ونزلت عشان يصلحها لي، وفاكر شكله حتى لما شفت صوره في الفيسبوك وكده اتأكدت إن هو، وعرفت المحل بتاعه وبتاع. راجل يبان مسالم جدا وطيب جدا، يعني قمة في الذوق والأدب والاحترام، وأمين جدا في شغله، وإيده كانت نظيفة ما شاء الله، وإلا الناس ما كانتش اتعاملت معاه. ولكن بقى طبعا ما خفي كان أعظم، أكيد مش هنعرف نفتش بقى في قلوب كل الناس والمشاكل اللي كانت ما بينه وما بين مراته. فهو بيقول إن هو حصلت مشاكل ما بينهم بعض كتير وإن هو عايز يخلص منها. الدافع إن في مشاكل، فهرجع أقول لك ما كل الناس عندها مشاكل في بيوتها.
إيه اللي يخلي الراجل ده يعمل كده؟ دماغه بقى سوّلت له كده بقى ما تفهمش. فاللي حصل إن هو كان مخطط للجريمة دي بطريقة مسبقة. جه اليوم ده، وبالمناسبة اللي أكد الرواية بنته اللي عايشة معاهم في نفس البيت. بتقول إن هو بابا في اليوم ده قال لماما تعالي ننزل مع بعض مشوار. فلما الأم سألته مشوار إيه اللي إحنا هنروحه؟ قال لها هنروح نحضر عزا مش عارف مين كده. مش فاكر يعني، قال لها في حد توفى ونروح نحضر عزا. فالبسي وجهزي حالك وهننزل إن إحنا نحضر مع بعض. الأم كانت متوترة جدا وكانت خايفة وكانت مش مصدقاه، لدرجة إن على لسان البنت بتقول إن أمها في اليوم ده راحت لها قالت لها أنا باباكي عايزني أنزل معاه، أنا حاسة إن أنا مش هرجع تاني. عموما خدي بالك من نفسك وخدي بالك من إخواتك ومن البيت. ده على كلام البنت. فخدت بعضها ونزلت معاه، وهو بالفعل طلع معاها على المستشفى. وما تفهمش بقى الحتة دي ما كانتش واضحة قوي في الملفات، ولكن على كل إن هو بعد كده اتصل بيها وقال لها إن هي تقابله في المكان الفلاني عشان الكاميرات ما تجيبوش تاني. الأستاذ بقى كان من قبلها بكام يوم راح للطريق الأوسطي ده، بما إن هو طريق بيمر عليه دايما وهو رايح مثلا يجيب حاجات لبيته أو كده. فشاف المنطقة الصحراء الفاضية فقال لك بس دي منطقة كويسة قوي. فهو دخل جوه للصحراء بعد ما وقف عربيته وجاب أدوات وابتدى يحفر الأرض. حفر الأرض لحد لما عمل حفرة عميقة ومناسبة جدا. ده كان قبلها بكام يوم. وخد مراته بقى في العربية، وبعد كده جاب لها عصير وهي في العربية معاه. شربوا هما الاتنين وهو كان عامل حسابه إنه حاطط لها مخدر داخل العصير ده. شربت العصير وللأسف الشديد استدرجها، وبعد كده وهم في العربية مسك قالب طوب وخبطها على دماغها خبطة قوية جدا. وأفكركم دي اللي تم إثباتها في الطب الشرعي، وقالوا إن كان في خبطة قوية على الراس من ورا. بعد كده نزلها من العربية وراح يدور على الحفرة اللي هو كان حفرها لها اللي قلنا عليها من كام يوم، ولكن يعني ما لقاهاش. ما تفهمش بقى، المكان خانه عشان مكان مفتوح ما فيهوش علامة مميزة، كله عبارة عن رملة أو صحراء، فما فيش علامة مميزة يعرف بيها المكان اللي حفره. ما لقاش الحفرة اللي عملها. فنزلها من العربية وابتدى يطعنها بالسكينة كذا طعنة، ولكن كان معتقد في الوقت ده إن هي توفت. فضل رميها جنبه لحد لما قرر يحفر حفرة من جديد. طبعا الحفرة الأولانية كان مظبطها وعمل لها عمق مناسب وكده، ولكن الحفرة الجديدة دي بقى حفرها كده تحصيل حاصل عشان بس يداري جريمته مش أكتر من كده. وبعد ما حفر الحفرة شد جسم مراته وحطها في الحفرة وردم عليها ومشي. وطبعا تظاهر إن هو راح لشغله وإن هو بيتصل بيها ما بتردش وإن هو مش عارف يوصل لها. فراح على طول بلغ إخواتها اللي نزلوا دوروا معاه في كل حتة. هو كمان بعربيته كان بيلف العبور كلها عشان يعرف الست دي راحت فين، ولكن في الآخر ما لقوهاش. فقرروا إن هم ياخدوا بعضهم ويروحوا اسم الشرطة عشان يعملوا محضر بتغيبها. طبعا كل ده فيلم هو عامله عشان يشيل عن نفسه الجريمة. ولكن سبحان الله، واحد من محافظة تانية خالص ربنا سبحانه وتعالى يريد إن يكشف الجريمة، فيخلي الراجل ده يبص في الGPS فيكتشف إن العربية بتاعته اللي هو مأجرها لصاحبنا الزوج ده مركونة قدام الاسم بقالها كام يوم. ويحاول طبعا يتصل بالراجل ما بيردش عليه. فقلقه خلاه عايز يطمن على عربيته. فرجال الأمن يعرفوا القصة كلها منه ويتتبعوا عن طريق الGPS لحد ما يعرفوا هو دفن مراته فين. ده الكلام لحد دلوقتي، لحد وقت تسجيل الحلقة والتاريخ اللي أنا قلته. أنا بأكد تاني أنا مش عارف القصة هتنزل إمتى بعد ما تخلص منتجها، ولكن عايز أقول لكم لحد امبارح أخوها لما كان مستضيف واحد من الإعلاميين بيقول إنه لا يمكن يكون هو الزوج عمل كده لوحده. هو شايف إنه ممكن يكون له شريك. هو شايف إنه ممكن يكون له شريك هو اللي عمل في أخته كده، لأنه بيقول إن أخته جسمانيا يعني مليانة شوية، وهو صعب الزوج ده إنه يشيلها من المسافة دي، خاصة إن العربية هتتركن على الطريق. فهو محتاج يشيلها مسافة لحد لما يدخل جوه للمكان اللي فيه الحفرة عشان يحطها فيه. فهو قال صعب قوي، وأنا شايف إن ممكن يكون في حد معاه وساعده في القصة دي، لا يمكن يكون هو اللي عملها. طيب الكلام ده دلوقتي مكتوب في الملفات الرسمية؟ لأ، لسه التحقيقات شغالة لحد دلوقتي. كل اللي طلع هو التقرير المبدئي بتاع الطب الشرعي، لسه أكيد هيغوصوا شوية كمان، والتحقيقات اللي عملوها باعترافاته لحد دلوقتي. رجال الأمن هنا بصراحة في مدينة العبور قايمين بشغلهم كويس قوي قوي يعني على أكمل وجه. يعني بجد والله بعيدا يعني عن
إنه ممكن واحد يعتقد إن أنا بحابي لرجال الأمن أو غيره، بس لأ، اللي إحنا شُفناه بعينينا هنا من تحرُّك سريع لسرعة ذكاء ل ل لإن لسرعة بديهة، لإن هم ياخدوه يواجهوه نفسيًا في المكان اللي اتركنت فيه العربية، ما كانش معاهم دليل مادي، ولكن اللي هم قدّروه حصل فعلًا، إن هو انهار قدّامهم تمامًا بمجرد ما ودّوه للمكان ده. فشابوه بصراحة يعني على السرعة دي في اتخاذ القرار. الموضوع ما خدش غير يومين تقريبًا معاهم، ولحد دلوقتي لسه بيتحقق معاه، لسه طبعًا مش هيتعرض للمحكمة دلوقتي. أمّا بالنسبة إذا كان في شريك والّا لأ، فلو ينفع الواحد يقول رأيه الشخصي فاحتمال كبير، واحتمال بيكون واحد من جيرانه اللي فاتح محل برضه في نفس السنتر اللي هو كان فاتح فيه. ده الكلام اللي بيتقال لحد دلوقتي، لإن صعب جدًا لمّا شُفنا الصور وكلام من ده، صعب جدًا إن هو يكون نفّذ الجريمة لوحده، خاصةً لإن أنا يعني مش عارف أوصف لكم الطريق عامل إزاي، بس على كُل إن هو عشان ياخد جثمانها ينقلها من العربية ويمشي بيها جوّه الرملة لحد ما يوصل للمكان اللي هم لقوا الجثمان فيه، ف ب ب بحجمها ده وبوزنها ده، رحمة الله عليها طبعًا، فصعب إن هو يقوم ده لوحده. بس يا ترى هو كان ليه شريك والّا لأ؟ ده اللي هم بيدوّروا فيه دلوقتي. طبعًا لو في أي جديد في القضية أكيد إحنا متابعينها. أنا عايز أقول لكم هنا الجروبات، اللي فيكم يقدر يبحث عن الجروبات الخاصة بمدينة العبور هيشوف حاجات كتيرة جدًا يعني. طبعًا مدينتنا مدينة هادية، صعب إن يحصل فيها حاجة زي كده، ولكن يعني خلاص بقى. يعني أنا سنين باعرض جرايم من كل المحافظات تقريبًا، ومش بس من مصر، دول عربية. كان صعب أوي إن أنا أتخيل إن ممكن تحصل كارثة كبيرة زي دي في المدينة اللي أنا قاعد فيها. فربنا يحفظنا ويحفظكم جميعًا، ولو في أي جديد أكيد هنبلّغكم بالتفاصيل وتقدروا تبحثوا عن القصة. أنا ما رضيتش أذكر أسماء بس يعني احترامًا للناس اللي معانا مش أكتر من كده، لكن أنت تقدر ببحث بسيط تتأكد من بقية المعلومات اللي أنت حابب توصل لها. بس كده، كده خلصت القصص اللي كانت معانا النهارده. يا رب تكونوا استمتعتوا في الوقت ده، وأهم شيء نكون استفدنا وخدنا العبرة من القصص. همتكم بقى معانا، عاوزين نوصّل الفيديو ده ل1000 لايك قبل ميعاد نزول القصة الجاية. شكرًا ليكم. كان معاكم أحمد الشيخ من سلسلة شارع الرعب. سلام عليكم.